هنعمل بقى النهاردة فطائر الحليب، فطائر قطنية وهشة وجميلة جدا. هنعملها، هنحشيها ايه؟ هنحشيها بالعجوة. ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها جبنة. الحشوة اللي انت بتحبيها. ممكن نحشيها مربى. فالفطائر دي تتحشي اي حشو انت بتفضليها. ممكن نحشيها جبنة موتزاريلا. تمام. فاي حشوة انت بتفضليها احشيها بيها. زي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لكم قطنية جدا وخفيفة وهشة. اول حاجه هنا معايا نص كوبايه من اللبن. هحط عليها 3 معالق صغيرين من الخميره البيره. انا بحب الخميره البيره قوي في المعجنات، بتديني نتيجه افضل من الخميره الفوريه. طبعا مش متوفره عندك الخميره البيره، بنشتريها من عند اي عطار. حطيت عليها 3 معالق صغيرين من السكر، وقلبت الخميره كويس قوي وحطيتها. عايزه اقول لكم ما كملتش دقيقه وكانت مختمره معايا. عقبال ما دخلت الدقيق اختمرت معايا على طول، وهوريها لكم دلوقتي. هنخل من هنا معايا كيلو دقيق. كيلو دقيق هبدا ان انا هنخله باي مصفى عندك، باي حاجه هننخل الايه الدقيق. بعد ما دخلت الدقيق حبيت كده اوريكم الخميره. شايفين الخميره فارت معايا، فحطيت الطبق ده عشان لما فارت نزل معايا في الطبق. ما اخدتش دقيقه يا جماعه والله. فانا بحب الخميره الفوريه، الخميره البيرة كده بتختمر معاكي بسرعه. انما الخميره الفوريه ممكن تقعد معاكي 5 دقايق او 7 دقايق عقبال ما تبدا ان هي تعمل رغاوي معاكي وتفور. فانا بحبها قوي في المعجنات. هحط بقى على الدقيق 3 معالق كبار من السكر، واحط عليه مع نص معلقه او معلقه صغيره من الملح. وهحط كمان معلقتين كبار من السمسم. ممكن تضيفي اي نكهات انت بتحبيها. سمسم، انا حطيت معلقتين كبار من السمسم. ممكن تضيفي معلقتين كمان حبه بركه. ممكن تضيفي ينسون، ممكن تضيفي شمر. اي حاجه انت بتحبي تضيفيها للدقيق ضيفيها. هنزل هنا معايا ببيضتين. البيض هنا بيدي معاكي هشاشه للعجين، وحلو قوي قوي في العجين. هبدا احط بيضتين. طبعا نص كيلو دقيق بنستخدم عليه بيضه، فده كيلو دقيق هاخد بيضتين. لو هتعملي كيلو ونص يبقى 3 بيضات. يبقى كل نص كيلو دقيق هنستخدم معاه بيضه. هبدا اقلب البيض كويس لحد لما يختفي كده في الدقيق، والاقيه كده الدقيق شربه. تمام. هبدا بقى هنزل معايا بكوبايه من الزيت. الكيلو دقيق عليه كوبايه من الزيت. هقلب برضو وهحط عليه كمان 3 معالق صغيرين او معلقتين كبار من السمنه. اي سمنه متوفره عندك او زبده. هنحط معلقتين كبار طبعا بدرجه حراره الغرفه. انا هنا مستخدمه سمنه بلدي. هبدا هقلب بقى الدقيق مع السمنه بالمعلقه، وبعد كده هبدا ان انا هبس الدقيق بالسمنه والزيت. البس هنا بايدك مهم جدا جدا. طبعا لو عندك عجان ممكن تعمليه في العجان. هنبس كده بس لمدة دقيقة او دقيقتين. انا عايزة الدقيق يتشرب او كله يتغلف بالسمنة اللي احنا حطيناه والزيت. ليه؟ الخطوة دي مهمة جدا، هي اللي بتدي معاكي قوام حلو في العجين، وبتدي هشاشة حلوة كمان معاكي لما يستوي. تمام. هبدا ابس بايدي زي ما انتم شايفين كده لحد لما الاقي الدقيق كله اتشرب من من الزيت اللي احنا حطيناه. فالافضل ان احنا كمان نستخدم زيت ذره، لان زيت الذره حلو قوي مع الدقيق. هبدا بقى هنزل بالخميره كمان. الخميره خلاص بقت اختمرت معايا. هنزل بالخميره وحطيت كمان اللي في الطبق. شايفين ده كله معايا فار معايا في الطبق. وكمان الغطا اللي انا غطيت بيه الخميره برضو هنزل بالخميره اللي فيه. هبدأ بقى هنزل معايا بكوباية كوبايتين من اللبن. الكيلو دقيق اخد معايا يعتبر كوبايتين من اللبن، وطبعا نص الكوباية اللي احنا حاطين فيها الخميرة. تمام. فهنا الكوباية التانية حطيت كوباية من اللبن كبيرة، والكوباية التانية حطيت نصها. وقلت بقى هضيف تدريجي عشان شوية شوية، عشان لو العجينة محتاجتش معايا تاني. بس العجينة احتاجت معايا الكوباية كاملة. بقلب بقى الدقيق اهو. اول ما الاقي لسه في معايا بقايا دقيق، فحطيت بقى باقي اللبن. طبعا العجينه في الاول هتلزق معاكي. انا عايزه احصل على عجينه قوامها طري. فالعجينه في الاول هتبقى بتلزق معاكي. بس اول ما تبداي تعجني فيها كده، بصي بايدك كده وانزلي فيها زي بوكسات كده بايدك، تضغطي عليها. وبعد كده هتلاقيها، بصوا لسه لقيت فيه كده شويه دقيق من تحت. فحطيت بقى باقي اللبن، كان اخر يعتبر 3 معالق كده باقيين، نزلت بيهم. وهبدأ بقى ان انا هعجن في العجينة لمدة دقيقتين. بجد يا جماعة هي دقيقتين وبتلاقي العجينة بقت حلوة قوي معاكي زي ما انتم شايفين كده.
تبدأ ان انت تضغطي عليها بايدك كده اهو، بضغط عليها بايديا كده، وبعدين بقلبها واضغط الناحية التانية برضو بايديا. تفضلي تعملي الطريقة دي، تضغطي وتقلبي تضغطي وتقلبي لحد لما تلاقي العجينة معاكي طرية وما فيهاش اي تلزيق، زي ما انتوا كده واضحة معايا. خلاص العجينة كده بقت تمام قوي معايا. هسيبها بقى تختمر لمدة ساعة. العجينة البيرة ما بتحتاجش ان انت تسيبي العجينة فترة طويلة. عايزة اقول لكم انا كان ساعة الا ربع كانت اختمرت معايا، ما اخدتش معايا ساعة، لانها بتختمر بسرعة. هغطيها بقى باي غطا حل عندي وهسيبها لمدة ساعة الا ربع، هتكون اختمرت معايا. في الوقت ده هنبدأ نجهز العجوة. معايا هنا عجوة، هبدأ احط عليها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، واحط عليها شوية كمان من السمسم. ممكن كمان نحط شوية من حبة البركة، بس انا اكتفيت بس بالسمسم. هقلب بقى الايه هقلب العجوة في السمن عشان اطريها شوية. انا عايزة العجوة تبقى طرية معايا وحلوة، عشان تبقى حلوة معاكي في العجين جوه. هقلبها بس كده، بس تسخن وتبدأ ان هي ايه تضطر معايا، وخلاص كده العجوة بقت جاهزة معايا. ما اخدتش معايا وقت خالص، يعني عايزة اقول لكم لمدة دقيقتين 3 كده قلبتها وخلاص نزلتها من على النار. هبدأ بقى هنا العجينة زي ما انتم شايفين اختمرت معايا، ده كان بعد ساعة الا ربع. زي ما انتم شايفين كده اختمرت معايا. هبدأ بقى اطلع كل الهواء اللي جواها زي ما انتم شايفين كده، وهاخد بقى كورة كورة. ممكن تكوريها او ممكن تسيبيها في البولة كده. خدي كورتين 3 اعمليهم، يعني هقطع كورتين 3 وهغطي العجينة وهعملهم، وبعد كده هقطع برضو كورتين 3 تانية وهعملهم لحد لما ايه اخلص كل الكمية. بنعمل قطعة كده صغيرة، يعني اكبر كده من البيضة بشوية، وهبدأ ان انا هفردها بالنشابة زي ما انتم شايفين كده معايا. ده طريقة بقى الايه الفطاير نفسها. وهجيب بقى الحشوة اللي انا بفضلها. انا هنا حطيت العجوة اهو، ممكن احط جبنة موزاريلا زي ما قلت، ممكن نحط مربى، ممكن نحط شوكولاتة، اي حشوة انت بتحبيها بنحطها. وهبدأ ان انا هقفل الجوانب من على الجناب، وهبدأ ان انا هرولها كده، يعني هبرمها كده زي ما انتم شايفين كده معايا. ليه؟ لان انا عايزاها تبقى طويلة معايا عشان هعمل بيها شكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. انا هعمل معاكم شكلين، هعمل معاكم شكلين، الشكل ده والشكل التاني، وهوريكم الشكلين بيتعملوا ازاي. هقفل بقى كده من على الحروف، بجيب الحرف ده على الحرف ده وابدأ ان انا اقفله. بعد ما قفلتها بجيب بقى السكينة، وبحرف السكينة كده هعمل ايه 3 شرط او 4. تمام، دي بيديني شكل حلو قوي للايه للفطائر اهي. هعمل معاكم كمان واحدة تانية بعد ما فردتها اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. هحط بقى العجوة اللي انا استخدمتها. طبعا انا بدخل الفطائر على على الصاج بتاع الفرن، الصاج نفسه بتاع الفرن، مش بحطها على السلك، لا بنحطها على الصاج. بنخليها قريبة شوية من الايه من القاعدة بتاعة الفرن، وبحطها على درجة حرارة 180. بتاخد حوالي معايا 10 دقايق تمام، او 12 دقيقة بالكتير، يعني متاخدش وقت خالص، من 10 ل 12 دقيقة. وبحطها على درجة حرارة 180. تمام. وبولع الفرن من تحت والشوايه من فوق، بولع الاتنين مع بعض عشان تاخد معايا لون من فوق وتحت مع بعض. ده طبعا طريقه السوى اللي انا بسوي بيها اي معجنات عندي. بعد ما لفتها رول هحط ده بقى الشكل التاني، هوريكم الشكل التاني هعمله ازاي. نفس الحكايه برضو بلفها رول كده زي ما انتم شايفين بعد ما حشيت العجينه معايا. وبعد كده هبدا ان انا ايه هعملها كده، هجيب الطرفين فوق بعض زي ما تشوفوا معايا دلوقتي الشكل التاني اهو. بجيبهم فوق بعض، بخلي حته طويله شويه اللي هي بنزلها من تحت، والحته التانية من فوق، وابدا ان انا ايه هقفلها كده على بعض، بيديني معايا الشكل ده. هعمل معاكم واحده برضو تانية. هخلي جنب طويل شويه من فوق، من وجنب طويل شويه من تحت برضو، ممكن اخليها من تحت، وابدا ان انا ايه هقفلها كده من تحت اهي. بيديكي شكل كده زي شكل الفيونكه، حلو قوي. بعد ما حطيتها بقى في الصاج هسيبها تختمر لمدة ايه بعد ما ارصهم في الصاج كده بسيبها لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع كمان تختمر.
تمام. بعد ما تختمر معايا بجيب صفار بيضة، صفار بس، بحط عليه معلقتين من اللبن او 3 معالق ورشة ملح صغير، رشة سكر صغيرة، يعني رشة سكر كده مع البيض. وهبدأ ان انا هدهن الوش، ده بيدي طراوة للعجين من فوق، وفي نفس الوقت بيدي لون حلو قوي. وهرش بقى حبة بركة ورش سمسم زي ما انت حابة من على الوش، وادخله الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180. تمام. بحطها على الصاج بتاع الفرن مش السلك، وبسيبها بتاخد معايا من 10 ل 12 دقيقة. هنا كان بعد ما اختمرت معايا، يعني بعد ما سبتها حوالي نص ساعة، ده كده كنت سايباها نص ساعة. بعد ما بدهن بالبيض ببدأ ان انا احط الايه السمسم عشان يلزق معايا على الفطيرة. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، فعلوا الجرس بالكل لو لسه اول مرة تشوف قناتي. كمان ما تنسيش تعملي لايك حلو منك تشجعيني على الفطائر الحلوة دي. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. طبعا ده هنا بقى بعد ما طلعت الفطائر زي ما انتم شايفين كده معايا، كانت حلوه قوي واخده لون حلو قوي معايا. وهوريكم دلوقتي مستويه من تحت ومن فوق ازاي، يعني جميله جدا. ده شكلها من تحت اهي، ومن فوق اخدت معايا نفس السوا من فوق ومن تحت مع بعض. ممكن تحفظيها في اكياس في الفريزر تطلعي عند يعني عند الاستخدام، وممكن كمان تحطيها اسبوع عادي في اي اكياس عندك في المطبخ، بتقعد معاكي اسبوع ما فيش اي مشكله. ممكن نحطها في الفريزر لو هتقعد وقت اكتر من كده، وتطلعي عند الاستخدام مثلا قطعه او اتنين، وتسيبيها تاخد درجه حراره المطبخ لمده 10 دقائق، او ممكن ندخلها في الميكروويف. تمام. فبتطلع معاكي كانك لسه خبزاها.